صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. تدريبنا تدريب راح يكون باسم الشهيده بيريتان. طبعا هاي شهيده من اجل وطنها، طبعا مو بس الشهيده بيريتان، الشهيده ارين ميركال والشهيده هفرين خلف، كثير من الشهيدات اللي قدموا انفسهم تضحيه من اجل يعني هالوطن، وهن يعني راح يكونوا قدوه لنا. طبعا التدريب راح يكون مهم بالنسبه لكل شخص، حتى القائد يعني حثنا على التدريب، قال التدريب ثم التدريب ثم التدريب. نحن هون طبعا متواجدين بفضل فكر وفلسفه القائد، وكان دوره هو الاساسي واكثر حديثه هو عن المراه والاهتمام بدور المراه. طبعا راح تكون هون دورتنا لمده شهر، راح يكون في محاضرات فكريه ومحاضرات صحيه، وراح يكون منضمين عدد العضوات 20 عضوا ابتداء من 1/10 لحتى 1/11. بس نطلب موقف دقيق الصمت على ارواح الشهداء. الشهداء هم قادتنا المعنويين. الدرس الأول راح يكون عن سياسة الصحة. بالبداية طبعا رفيقات، أي تدريب نبدأ فيه أول محاضرة راح تكون عن سياسة الصحة، لأنه إذا ما عرفنا إيش مقصود الصحة وإيش أهمية الصحة بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لنا نحن، ما راح نعرف يعني إنه تكملة التدريب عن إيش يعني يكون المحاضرات. هلا يعني إذا بلشنا بالتعريف عن الصحة، كل رفيقة مين يعني تعرف عندها معلومة عن الصحة أو تعريف إنه ملخص عن الصحة؟ إذا وحدة عندها أي فكرة عن تعريف الصحة. ما عرفنا الصحة في لها تعريفات كثيرة. طبعا إذا رجعنا للمجتمعات البدائية، مين يعرف إنه أول من اخترع الطب؟ يعني إنه اكتشف الطب؟ المرأة هي اللي اكتشفت الطب منذ العصور البدائية. طبعا المرأة مو بس يعني إنه اكتشفت الطب، اكتشفت الزراعة، اكتشفت البناء، يعني شغلات كثيرة هي المرأة اكتشفتها. كانت المرأة بالقديم يعني تطلع على البراري، تشوف هالأعشاب، تصنع منه الدواء، كانت تجربها على نفسها، إذا كان يعني الدواء مفيد كانت تنشره بين المجتمع، وإذا كان يعني إنه مضر ما تنشره. هذا إلى إيش أدى إلى موت المئات من النساء، لأنه كانت أول شيء تجرب على نفسها. يعني منذ البداية، منذ العصور القديمة، المرأة هي اللي كانت تضحي بنفسها مشان إيش؟ مشان يعني يعيش المجتمع، ومشان يعني إنه يصير في بناء. طبعا إذا رجعنا كمان، أول امرأة كانت في الطب النسائية هي أغنودس في 3000 قبل الميلاد. كان يعني ممنوع على المرأة إنه يعني تدرس بالطب، يمنعونها من دراسة الطب. أغنودس إيش كانت تعمل؟ كانت تذهب إلى الكلية بزي الرجال، يعني ترتدي زي الرجال وتذهب لباس، يعني إذا لم تذهب لمدة سنة كاملة وهي كانت يعني تلبس هاي اللباس وتذهب. شافوها إنه كانت موهوبة بهذا المجال، وكانت يعني أشطر من كل اللي موجودين. الرجال اللي كانوا هناك طالبوا من المحكمة إنه يحاكموا هاي المرأة، يعني إنه على أساس هو رجل مو مرأة، إنه كانت أشطر منهم. لما أخذوها للمحكمة مشان إنه يعني بدهم يحاكموها، طلع هذا الرجل وهي امرأة. هون بدأت الثورات النسائية تدافع عن أغنودس، يعني إنه مشان قرروا حكم الإعدام فيها. بدأت الثورات النسائية يعني إنه تظهر مشان يمنعوها، خففوا الحكم عنها، وبهذا الدور سمت هذه المرأة بالمرأة العذراء أو المرأة الشافية. هاي الحركة يعني اللي بدأت بالدفاع عن المرأة، يعني منذ القديم والرجل هو اللي كان اللي يتسلط على المرأة وبده ياخذ دورها. طبعا كمان نرجع مع بداية يعني إنه بدأت تطور يعني إنه الأوضاع، وبدأت بظهور الفئات، يعني السلطات مثل السومريين، البابليين، الآشوريين. بهالفئات هاي اللي بلشت تطلع، بلش دور المرأة يتراجع يعني بالطب. الرجل هو اللي أصبح هو اللي يسيطر على دور المرأة. حتى إنه بالدول الأوروبية كانوا يعملوا المرأة تكون مساعد للدكتور، يعني مع إنه هي كانت تكتشف الطب وكانت تعالج المرضى، بس إيش كان يعني بالخفاء من وراء، كانوا ما يسمحوا لها، يعني اعتبروها بأنه مساعد، باعتبار إنه يعني الرجل هو في الأول والمرأة هي في المرتبة الثانية، مع إنه هي اللي اكتشفت الطب وساهمت بكل هاي. كمان في عندنا من في العصر السومرية في نينهورساق. نينهورساق هي كمان كان في عندها بستان وكانت تزرع فيه الأدوية. في الملك آنكي يعني شاف إنه هي صارت تكتشف الطب عن طريق هذا البستان،
دمر البستان مشان ما يعني عن طريق هذا البستان تزرع الادويه، فما سمح لها بانها بتقوم صناعه هاي الادويه، كمان دمرها. هاي كله مشان تراجع يعني عن دور المراه. طبعا هي كانت تعرف بسيده البراري، كانت تعتمد يعني في علاقه قويه بينها وبين الافاعي، حتى انها يعني حتى مع مرور الزمن اصبحت الافعى هي هلا على اي صيدليه او عند دكتور الروح حاطين الافاعي بالعلم، يعني انها ترمز الى الطب، والعصا ترمز الى الطبيعه. يعني من زمان كانت العصا هي عفوا شجره الزيتون هي ترمز للطبيعه، يعني من البدايه كانوا يعتمدون على الطبيعه في صناعه الادويه. طبعا مو بس انه نينهورسا، في الهات كثير مثل بانيسا وايزيس وغيرهما. الانسان بدا بالظهور شوي شوي، يعني انه مع خلق الكون وبدات الكائنات بالظهور حاولت انه يعني تحاول على التوازن بينها وبين الطبيعه الموجوده فيها. يعني كل ما تعرف الانسان على ذاته عن طريق الطبيعه، اي توازن يختلف يعني عن طريق توازن الكون، اي اختلال يصير بالكون يعني او اختلاف هذا كمان يعني ياثر على شخصيه الانسان. هلا مثل نحن لما يصير البراكين، الزلازل، الحرائق، هاي تاثر على الانسان، على شخصيته كمان نفس الشيء. يعني الانسان ما عاد يعرف، يعني لما يصير اختلال بالطبيعه كمان يختل الانسان بهاي المشكله الموجوده عن طبيعته. يعني بلش هلا اذا رجعنا للعصور القديمه، مثل نتذكر انه افلام كرتون موكلي او هاي، كان ممكن يعيش مع الحيوانات، يعني يتصرف مثل تصرف الحيوانات. شوي شوي الانسان بدا يتعرف على نفسه، على طبيعته، يعني مثلا في اختلاف بينه وبين الحيوانات من جميع النواحي. مثلا يعني انه عن المشي، في عنده فكر هو يختلف عن الحيوانات. شوي شوي بلش يعتمد يعني يتعرف عفوا على شخصيته هو كانسان. بالعصر الحجري طبعا قلنا انه هاي الطبيعه هي الطب كان بقياده المراه. المراه هي اللي اكتشفت الطب وتطورت المعرفه الذاتيه والطبيعيه والخبره لديها. في بعض الدول الأوروبية المعالجات، يعني إنه هن النساء وجدوا صعوبة بإنشاء يعني مثلا جمعيات أو منظمات تكون خاصة فيهم، لأنه كانوا يمنعون المرأة من إنشاء جمعيات، يعني إنه عمل يكون خاص فيها هي. حتى سموا هذه المرأة كانوا يسمونها بالمرأة الساحرة أو بالمشعوذات. سووا حملة، هي الحملة هاي تكون بالقضاء على المشعوذات الموجودة. سياسة الصحة نقدر نحن نحكي بشكل عام إنه الصحة هي نقدر نقول العقل السليم بالجسم السليم. إذا نحن ما عرفنا كيف نحافظ على الصحة ما رح نقدر نعيش بهذا المجتمع. المجتمع كمان يعتمد على البيئة الصحية، الأكل الصحي، الغذاء الصحي، بالعيش بهذا المجتمع الصحي بعيد عن الأمراض، عن البيئة، عن الأوبئة، عن الجراثيم، الميكروبات اللي منتشرة. إنه نحن لازم لما نحكي عن سياسة الصحة شلون نقدر نحمي حالنا، نحمي الناس اللي عايشين بهذا المجتمع. كمان انه نحن لما نقول انه سياسة الصحة تكون الصحة بشكل عام بكل هاي النواحي البيئية، الصحية، يعني الجغرافيا اللي انت عم تعيشي فيها، ان كان من الماء، ان كان من النباتات، من الاشجار، من الهواء، من الاكسجين. هدول كلياتهم عم يعطيكي معلومة عن الصحة ويعطيكي معلومة عن المجتمع الصحي السليم اللي لازم نحن كيف نحافظ عليه ونقدر نعيش بهذا المجتمع.